لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة خصها الله بزمان ومكان معينين، وبين رسوله الكريم مواقيت مكانية يحرم عندها من قصد البيت حاجا أو معتمرا، وهي 5 مواقيت تقع في محيط مكة المكرمة على مسافات متباينة من المسجد الحرام، ويمثل كل واحد منها مكان للإحرام لكل من قدم من جهتها برا أو بحرا أو جوا. أول المواقيت وأبعدها عن مكة المكرمة هو ميقات ذي الحليفة، ويسمى اليوم أبيار علي، ويقع في شمالها على بعد 450 كيلومترا، وهو ميقات أهل المدينة المنورة ومن جاء من تلك الجهة. أما ميقات أهل المغرب ومصر والسودان وعموم إفريقيا والشام فهو الجحفة في الشمال الغربي من مكة المكرمة، ويبعد عن مكة 183 كيلومترا. الميقات الثالث هو ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق ومن كان في جهتهم، ويقع شمال شرق مكة على بعد 94 كيلومترا. الميقات الرابع هو ميقات أهل اليمن ومن كان في جهتهم، ويسمى يلملم، ويطلق عليه اليوم السعدية، ويبعد عن مكة 92 كيلومترا إلى الجنوب. الميقات الخامس والأقرب إلى مكة حيث يبعد إلى الشرق منها 75 كيلومترا هو قرن المنازل، ويسمى اليوم السيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد ومن جاء من جهتهم. هذه هي المواقيت ال5، فمن تجاوزها قاصدا العمرة أو الحج دون أن يحرم منها متعمدا لزمه الرجوع إليها، وإلا فعليه دفع الفدية. أما من كان موطنه دون هذه المواقيت كأهل جدة فإحرامه من مكانه الذي هو فيه، إلا أهل مكة ومن كان فيها من غير أهلها فيحرمون للحج منها ويحرمون للعمرة من أدنى الحل، فيخرجون إلى خارج حدود الحرم عند التنعيم أو ما يسمى مسجد السيدة عائشة.